السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا مشكلة يا بنات. تمام. هقولها لكم. بعد ما اقولها لكم يا ريت الكل يقول لي رأيه في الكومنت، يعني يديني رأيه او يقول لي لو حصلت معايا ولا حاجة. يعني المشكلة بتقول دلوقتي مرات اخويا قبل الفرح بيومين رحنا نشوف شقتها، اخويا حب يفرجنا عليها بعد ما اتفرشت. اخويا حب يفرجنا على الشقة بعد ما اتفرشت. تمام. فمرات اخويا لما عرفت هدت الدنيا وقالت ازاي يدخلوا شقتي بدون علمي ويفرجوا ناس ويفتحوا الدواليب، دي مش اصول. هي فعلا مرات اخوكي عندها حق، دي مش اصول. اخوكي خدك انتي ومامتك عشان تتفرجوا على الشقة، بس الواضح من الكلام ان ما كنتيش انتي ومامتك بس، انتوا كنتوا معاكوا ناس. تمام. ورحتوا اتفرجتوا. العروسة لما بتفرش شقتها وتقفلها بيبقى خلاص محدش بيدخل بعد كده الشقة يتفرج عليها غير في وجود العروسة. تمام. وبعدين احنا لما ندخل نتفرج على الشقة بندخل كده نبص كده وما شاء الله الله اكبر تبارك الله الف مبروك وربنا يتمم بخير. ما بنفتحش دواليب، ما بنفتحش مطابخ. مش شوية شوية هنشيل المراتب ونبص ايه اللي تحت في صحارة السرير. ما بنعملش كده. هي الدواليب ما بنفتحهاش، المطابخ ما بنفتحهاش، احنا بندخل نبص على المنظر العام. لكن نفتح ضلف دي في حد ذاتها مصيبه، يعني قله ذوق. تدخل وحشريه ملوش اي داعي. يعني لان معلش هي لو جايبه حاجه شكلها ما عجبناش، مش احنا اللي هنقعد بيها. يعني دي شقتها وده بيتها، احنا مش هنقعد، مش هنغيره، مش هنقول لا ده وحش رجعيه. مفيش الكلام ده. يعني ما علينا. هي هدت الدنيا وقالت ازاي يدخلوا شقتي بدون علمي ويفرجوا ناس ويفتحوا الدواليب، دي مش اصول. وحرفيا اتعاملت معانا اسوأ معاملة. ما رقصتش مع حد فينا ولا عبرتنا. ده يوم الفرح ما رقصتش مع حد فيهم ولا عبرتنا. وغالبا والغريبة ان كل كلمة قلناها وصلتها ازاي ما نعرفش. حتى لما امي قالت بحسن نية يا رب يتمر فيها العفش ده وتحافظ عليه. ماما قالت بحسن نية. مش نركز بس. وكانت بتهزر وبتقول هي جايبة كل الحلل بأنواعها وهي أصلا ما بتعرفش تطبخ. دي ماما هزارها تقيل حبتين. ماما دي يعني الكلمة بتهزر. احنا دايما كده لما بنحب نرمي كلام ملوش اي تلاتة لازمة بنقوله، واحنا بنقول احنا بنهزر، بس هو ما بيبقاش هزار عامة. ما علينا. ربنا يهدي. يعني الكلام وصل لها وما نعرفش وصل لها ازاي. واخويا بيحلف طلاق ان هو ما قالهاش حاجه. لا حبيبتي، اخوكي هو اللي قالها. تمام. لان هو مش هينفع اصلا ان كلام، هي مش حاطه كاميرات في الشقه ولا ميكروفونات عشان هتعرف مين اللي قال. يعني عرفت ان انتوا رحتوا وفتحتوا دواليب، وعرفت ان انتوا خدتوا ناس، وعرفت ان انتوا فتحتوا الدواليب يعني مسكتوا الشقه فصصتوها. تمام. وعرفت الكلام اللي اتقال بهزار، وعرفت الكلام اللي اتقال في الطبيعي اللي هو كل ده. معلش يعني ما هو اكيد هي مش حاطه ميكروفونات بتسجل. يعني هو اللي حكى صوت وصوره كان اخوكي، مفيش غيره. حلف بقى طلاق بينكم وبين بعض ان هو ما قالش ان هو كده عشان يعني يوريكم ان هو ما قالش حاجه. لا هو اللي قالها. مفيش حل تاني. انت اللي كاتبه، انت اللي قلتي ان هو مفيش حد معاكم كان غير اخوكي، فاكيد يعني مش حاطه جواسيس جوه الشقه. يعني ما علينا. المهم فرحت حلف بالطلاق ما قالهاش حاجه ولا وصل لها كلمه. هي عرفت منين الكلام ده؟ احنا ما نعرفش. تمام. المهم رحنا السبوع وفرحنا واكلنا ومشينا. اكلنا. ده يوم السبوع بيروح ياكلوا. ما علينا. يمكن دي اصول عند ناس تانية او تقليد عند ناس تانية. انا بصراحة اللي انا اعرفه ان احنا لما بنروح للعروسة عامة لحد ما بتسبع او بعد ما بتسبع كمان، احنا بنروح نقعد ساعة زمن، ساعتين بالكتير، بناخد واجبنا كوباية عصير كوباية شاي وبنقول سلام عليكم. لكن نقعد وناكل دي جديدة بصراحة، انا اول مرة اسمعها. ما علينا. احنا مش زي غيرنا. كل عيلة وليها اصولها او ليها تقاليدها المتعارف عليها، فهم احرار. فماما قالت لها، ماما بتتعامل معاها زي بنتها. حلو.
بتقول لها بعد كده لما تعملي الاكل اشوي الفراخ وزودي ميه الرز شويه وزودي الملح. ماما بتتعامل معاها زي بنتها. فبعد ما كلت يوم السبوع قالت لها ايه، لا يبقى اشوي الفراخ وزودي الملح وزودي ميه الرز. مبدئيا هي ماما لو بتتعامل معاها زي بنتها فيوم السبوع لو حطت لها الاكل مش يعني حتى جوزها بيبقى لسه بيتعرف على اكلها يعني، تمام، فماما هتقول اكلها سكر وشهد مكرر ومفيش زي بنتي، وما بنتي ما بتعملش حاجه وحشه. لا هتقول لها زودي ميه ولا تقول لها شوي فراخ ولا هتعدل اصلا على الاكل. هتقول يا سلام سلم ده انت مفيش احسن منك. اصل الكلام ده هيبقى بينها وبين بنتها، مش هيبقى على الملأ. يعني لو عايز تنصح بنتها فعلا، لو هي زي بنتها وهتنصحها فعلا، فهي هتاخدها على جنب كده او بينها وبين بعض هيقولوا الكلمتين دول، لكن مش هتقعد على الملأ تقول لها ابقي اعملي وسوي ومش عارف ايه حتى قدام جوزها. ما هي لو بنتها مش هتحرجها قدام جوزها، تمام. ده لو بنتها، ده تعديل بس على الجمله التفرز دي. المهم ومشينا، تمام. وبعد كده بعدها باسبوع عرفنا ان اهلها جايين، قلنا نروح كعيله ونتجمع. يعني انتوا رحتوا يوم الاسبوع اكلتوا وفرحتوا ومشيتوا وعدلتوا على الاكل، وبعد كده لما عرفتوا ان اهلها رايحين لها رحتوا عشان تبقوا كعيله. لا مش كعيله. ليه كعيله؟ معلش يعني، ما هي دي واحده اتجوزت دلوقتي بقالها اسبوعين متجوزه، نفترض ان اهلها جايين، فنفترض ان هي عايزه تقعد تتكلم مع مامتها في حاجه، عايزه مامتها تقول لا، مامتها جايبه لها حاجه، شيء لا يخص حضرتك ولا يخص والدتك ولا يخص اي حد، حاجه بين بنت واهلها او بنت ومامتها وباباها، تمام. المهم رحنا، تمام، عرفنا ان هم ايه جايين، قلنا نتجمع كلنا كعيله. وباباها كانه قاعد مستحلف لنا، والله بيبص لامي بصه كلها شر. المهم جه ميعاد الاكل، والله ما بكدب، قمنا عشان نقعد ناكل. امي بتقول لها يا بنتي مش قلتلك تسوي الاكل كويس قدام اهلها؟ ماما قعدت على السفره قالت قدام اهلها هو انا مش قلتلك سوي الاكل كويس؟ ماما بحسن نيه برضه قالت لها والله يا طنط انا عامله الاكل ده لبابا وماما عشان ده اكلنا ومتعودين ناكل الاكل صحي زي ما حضرتك شايفه، اما انتوا بصراحه انا ما عملتش حسابكم في الاكل. عامه في فراخ ورز في المطبخ، قوموا اعملوا زي ما بتاكلوا. هي البنت برضو ردها كان قوي، يعني برضو يعني من الذوق ان هي بتحرجها قدام اهلها، بتقول لها انت الاكل اللي قلت لك تسويه، راحت قالت لها والله انا ما يعني الاكل انا ما قلتش ده، مش عامله حسابكم اصلا، ده اكلي انا واهلي، عامه في اكل في المطبخ تقدروا تعملوه. دي كارثه. انا وماما كأن حد دلق في ايه دلق ميه ساقعه في قفانا، تشبيه عجيب وغريب مش مشكله، تمام. وابوها اقسم بالله مرمطني، تعالي يا فلانه اكنسي السجاده، ده بيت اخوكي، حتى جدتي الغلبانه خلاها تساوي الانتريه قبل ما نمشي، وامي خلاها تغسل مواعين، واختها بقالها ساعتين مستخبيه في البلكونه على انها بتنضفها من التراب، وعلى وشها ضحكه سمجه وصفرة. بحكي لاخويا بيقول لنا ده بيتي وبيتي هو بيتكم، وهي ما حبتش تحسسكم انكم غرب، وشايف مراته ملاك. مبدئيا اخوكي مش يعني هو مش بيدافع عنها، هو شايف ان انتوا اصلا يعني انتوا رحتوا على غفله، يعني انتوا عرفتوا ان اهلها جايين فروحتوا من نفسكم تتجمعوا ورحتوا على غفله، هو ما كانش مستنيكوا. فالمشكله ان اخوكي ما كانش مستنيكوا، انتوا رحتوا طبعا مفاجاه، فهو يعني عشان طبعا يداري احراج مراته، تمام، فقال ان ايه، انا طبعا مش بدافع عن طرف يعني، بس الفكره كلها الاصول حلوه بتريح، يعني انا ما ابقى رايحه اقول ان انا رايحه مش هيحصل حاجه، اقول انا رايحه عشان تعملوا حسابي حتى في الضيافه اللي موجوده، تمام. بس بما ان انتوا ما قلتوش ورايحين على غفله ورايحين تعدلوا على اكل البنت، تمام، فده كله برضو ما ينفعش يعني، ده ما يرضيش ربنا. المهم خلتنا
ندخل نغير في الحمام، لانها قافله كل الابواب بتاعه الاوض، وهي بتقول انها سمعت شيخ بيقول انه حرام تدخلوا اوض النوم. هو حته ان حرام تدخلوا اوض النوم، حرام ندخل اوض النوم، تمام، لان دي بتبقى فيها حرمه، يعني دي حرمه، يعني انا معرفش بصراحه، انا كنت برضو سمعت زيكم كده ان هي حرام، يعني ان حد غريب يدوسها، بس معرفش حته ان هي ممكن تغيروا فيها او لا، يعني عادي ممكن تغيروا فيها يعني. هي ايه قالت الحمام ما فيهوش ميه تقدروا تغيروا فيه، وخلتنا نغير هدومنا في الحمام. لا حول ولا قوه الا بالله. وباباها واقف يبص لنا بصه مرعبه كانه بيتلكك لينا عشان يمسكنا يطقشنا في بعض قبل ما ننزل. احنا حالفين مش هندخل له بيت تاني، واخويا اقسم بالله مش مغلطها لا هي ولا اهلها، ده يرضي ربنا. ابوها وحش قوي، ولا كاننا واكلين مال ابوه. طيب مبدئيا كده باباها وحش قوي ولا كاننا واكلين مال ابوه. الرساله دي كده من مين بقى؟ من اخت جوزها اللي هي المفروض ان هي عمته الحربايه، يعني ربنا يكفينا الشر. تمام. انا طول ما انا بقرا الرساله حاسه كده ان في حاجه اللي هو ايه، تس انا الثعبان، هي دي. ابوها وحش، عمال يبص لهم بصات كده غريبه، عايز يطقشهم في بعض قبل ما ينزلوا. ابوها راجل طول الوقت كده عصبي وبيبص لهم. لما قال لها قومي اكنسي الارض ده عشان ده بيت اخوكي، زعلت. لما طبعا باباها ما قالش لمامتها تغسل مواعين، يعني مامتها لما تطوعت انها تغسل مواعين في بيت ابنها هي اتضايقت، تمام، ومتضايقه، يعني هي اصلا من اول الموضوع قايله ان اهلها كانوا عندها، تمام. وطبيعي ان اهلها لما كانوا عندها هو مثلا كانوا معزومين بقى، هي كانت عارفه بوجودهم سليم، احنا ما نروحش ما نحرجش نفسنا. يعني انا عارفه ان مرات ابني اهلها جايين، ما احرجش نفسي واروح انا كمان واقول اصل احنا هنتجمع، غير لو ابني اللي طلب مني اجي هو ومراته على اساس ان هم اللي حابين او عندهم رغبه في التجمع. غير كده انا ما اروحش احرج نفسي. عايزه اروح اسلم على الناس، استنى يعني لحد ما يروحوا مثلا بعدها ساعه 2 3 يكونوا قعدوا خدوا واجبهم كلوا عملوا كل حاجه، اتغدوا مع بنتهم اتكلموا، ممكن اروح في الاخر لو انا قريبه منه اروح اسلم على اهل مراته، نوع من انواع الود. لكن ما اروحش يعني ما اروحش من اول بتاع ده وما يجي ميعاد الاكل اقوم اقعد على الاكل، لا. دي حاجه. تاني حاجه، البنت ردها قوي، وفي سنه بجاحه من وجهه نظري انا الشخصيه، بس يعني لكل فعل ليه رد فعل، بس هي رد فعلها كان غلط برضو. يعني حتى لو الفعل كان غلط انا مردش فعل ده عشان ده في وش جوزي على اهل جوزي، تمام. وهنرجع تاني نقول اللي بتعامل ربنا، ما بتعاملش بني ادم. اللي بتتقي ربنا في مرات ابنها، واللي بتتقي ربنا في حماتها، ربنا يجازيهم الاتنين كل خير. لكن ما ينفعش نبقى قاعدين كده اللي هو ايه، انت هتضربي وانا هروح رد الضربه، ما ينفعش. العلاقه كده من بدايه الجواز غلط. وربنا يهدي وربنا يهدي الناس كلها جميعا. ويا ريت تقولوا لي رايكم في الكومنت، ولو حد حصل معاه تجربه زي كده يقول لي. السلام عليكم.